السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة جايلكم فيديو جديد إن شاء الله يعجبكم. بصوا بقى هنعمل النهاردة الكسكسي في الخلاط. يعني مفيش بعد كده ولا أسهل من كده. أقولك إيه، يعني هلا تعملي الفرح ما عندكيش مشكلة خالص، والكمية اللي انت عايزاها تعمليها، ولا برم بقى على إيدك ولا غلبة ومجهود شاق. تعالي بقى يلا شوفي. بصوا الطريقة دي بقى ايه، حماتي اللي قالت لي عليها. بدل ما تدوخي نفسك وتبرمي وكده، هاتي بقى الخلاط بتاعك. بس مش الخلاط اللي هو العادي، يعني شفشق الخلاط بتاعنا العادي، لا، اللي عندها كبة او الخلاط. يعني هتشوفوا دلوقتي هو بسكينة الخلاط العادي، بس يعني الخلاطات اللي هي حديثة، عارفين كده. يعني زي كده اللي هم بيبقى الشفشق بتاعهم واسع، وبنفس سكينة اللي انت بتخلطي بيها. بصوا انا جبت الدقيق، الكمية اللي انتوا شفتوها بوريها لكم في اول الفيديو دي انا عملتها. بصوا اهو، يعني مكان اللي عملته الدنيا ما شاء الله دقيق يعني. بصوا انا جبت الكمية الدقيق دي اللي انا هعملها. نخلته طبعا. هحط بقى عليه شوية ملح على الدقيق وكيس بودر عشان ينفش، يعني ينفش كده يعني الكسكسي معايا ويبقى ايه، يعني ما يبقاش مكتوم ويبقى حلو. بصوا بقى انا هحط بقى كمية يعني ايه، اقل من نص شفشق الخلاط ده. احط الدقيق اللي عليه البودر وعليه الملح، وابدا اشغل عليه الخلاط الاول خالص قبل ما ازود الميه اللي انا بحطها دي. يعني ابدا اشغل الخلاط على الدقيق بحيث ان الدقيق يعني ياخد هوا كده وينفش، وابدا بقى انزل ميه. بصوا يعني بهدوء كده وبالراحه خالص. يعني اقل من نص الخلاط اللي انا قلت لكم عليه ده هياخد مثلا ميه. اقول لكم ايه، يعني مثلا حاجات بسيطه، يعني عارفه اللي هو اقل كمان، يعني اقل من ربع كوبايه ميه. ونبدا بقى نشغل الخلاط يعني ويشتغل كده ويضرب الدقيق بشويه الميه اللي هو عارفين تشكشيك ميه. بس يعني هو مجرد ده اللي انا هعمله. هنا بقى جبت حلة المبروم، حطيت فيها شوية مية صغيرين عشان لو حطيت مية كتير البخار المية هيطلع على الكسكسي ويعجنوا منك. فحطي شوية مية صغيرين واستني عليهم لما يغلوا، وبعدين ظبطي الحلة عندك. كانت والدتي الله يديها الصحة تعمل ايه بقى زمان، كانش في حلة مبروم، كانت تجيب مصفى وحلة وتعمل لهم كده عجينة وتلزقهم في بعض. فدي كانت فكرة، يعني ايه، ان هي تمنع البخار انه يطلع. اكيد يعني انتوا شفتوها كتير الطريقة دي. بصوا انا هعمل كمان شوية غير اللي انا عملتهم معاكم اهو، ومجهزة زي ما انتوا شفتوا بقى السمنة البلدي وحتة زبدة صفرة كده على وش الشوربة، عشان لما يستوي معايا الكسكسي هطلعه بقى واشربه بالحاجات الحلوة دي. وعين، يعني هعمل كمية كبيرة، اعين بقى اكياس كده في الفريزر، ولما احتاج اخرج و... فيبقى سهل عندي، وعملت كمية كبيرة على بعضها. بصوا بقى، يعني تعالوا اوريكم هو بيبقى شكله ازاي. بصوا بقى، يعني بقى رمل ما شاء الله، ما فيهوش يعني كلاكيع خالص. حلو جدا. بصوا يعني اهو عملت الكمية معايا والخلاط يشتغل وما فيش اي مشكلة وما فيش اسهل من كده. بصوا بقى اهو، مبروم ده ولا مش مبروم؟ مبروم اهوت، ولا استخدمت ايديا وكانت الموضوع سهل جدا جدا جدا، يعني مفيش اسهل من كده. واعملي بقى اي كمية انت عايزاها. بصوا الجمال. بس ولا بقى كنت لما اعمل على ايدي، يعني كنت مبرم على ايدي، كلنا عارفين كنا نجيب المنخل بقى وننخل تاني لو طالع فيه دقيق، ده اللي بالخلاط ده لا بيطلع فيه دقيق ولا اي حاجة. ما شاء الله حلو جدا. هعمل بقى كل الكمية اللي معايا دي. ما شاء الله عملت الصينيتين، يعني هعمل صينيتين دول مليانين كده. قلت لكم بقى يعني نعمل شوية كتير عشان نعينهم في الفريزر، ومنين ما نحتاج منهم ناخد. حطي مية يعني شوية بشوية،